السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما في احسن صحة واحسن حال. النهاردة هنعمل ايه؟ هنعمل الممبار او العصبان. احنا بنعمله بطريقة بسيطة جدا وسهلة جدا، انما ايه، وصفة جبارة. اللي هيجربها مش هيسلاها، وهتعتمدوها على طول. تحفة والله، تحفة تحفة تحفة، وتقولي ان انتي بتاكلي حاجة تحفة وجميلة. يلا بينا عشان نشوفها عملناها ازاي. اول حاجة انا كان عندي ممبار او عصبان، كنت نضفته وخليته زي الفل، وقطعته في حدود مثلا 30 سنتي كل واحدة كده، او شبر وحتة. وركنته في التلاجة بعد ما اتنضف وبقى زي الفل. تمام، طلعته عشان اعمله. جبت 3 بصلات كبار. الخلطة دي اعملوها زي ما بقول لكم بالظبط، هتطلع تحفة بإذن الله. جبت بقى البهارات اللي انا بحتاجها. اهم حاجة جبت ملح، فلفل اسود، كزبرة، باربيكيا، كمون، 7 بهارات، حبهان مطحون، كركم، اهم حاجة قرفة وجنزبيل. تمام، كل المكونات دي خلطتها على بعضها. تمام، ورحت حطاها على البصل. المكونات دي زي ما بقول لكم بتدي تيست رائع جامد جدا جدا. اهم زي ما انتوا شايفين كل البهارات اهي قدامكم. خلاص، قلبتهم كويس جدا مع البصلاية. اهم حاجة التركة دي، ان انتي تقلبي فيهم كويس جدا جدا جدا، علشان البصلة انا عايزاها تشرب من المكونات دي كلها. تفضلي تقلبي فيها حلوة قوي، علشان دي بتديلها بتعلي التست بتاعها، وما تخليش فيه ريحة اي زفارة او اي حاجة. طبعا احنا غسلينه بليمون وسكر وملح كويس جدا، فيعني ما فيهوش اي زفارة. وممكن تحطي عليه شوية دقيق كمان، فيعني انا مخلياه زي الفل الممبار. بعد كده بعد ما قلبت واتأكدت ان الخلطة دخلت في كل المكونات، ده نعناع ناشف، فبجيبه برضو بيعلي التيست وبيخلي طعم الممبار تحفة، جميل قوي قوي قوي. بتقلبي فيه كويس جدا. لازم كل حاجة بتضيفيها تقلبيها كويس قوي قوي، عشان البصلة يعني ايه تشرب من التتبيلات دي كلها، لان هي اللي هتدي الطعم الحلو والتست الرائع بصراحة. اللي انتوا هتدوقوه هيعجبكم جدا جدا جدا. تمام، بعد كده جبت طماطمتين بشراهم، ورحت منزلة على الخليط، وتقعدي تقلبي فيه برضو. لازم كل حاجة بضيفها تاخد حقها في التقليب كويس قوي، لانها كل ما هتديلها يعني هتفيديها في التقليب كويس قوي، كل ما هتشرب من بعضها. اهم حاجة ان انت تخلطيها كويس جدا مع بعض. ماشي، عشان انت كده بتدمجيهم مع بعض وبيدينا نتيجة رائعة بإذن الله. يعني بس اهم حاجة ياريت تعملوا نفس الخطوات اللي بقولكوا عليها ديت. بعد ما خلطتهم كويس جبت حوالي نص كوباية زيت. الزيت بيعمل على ان الرز يفلفل كده ويبقى ايه مش معجن جوه الممبرايه او العصبان. تمام، بيديله طعم كمان حلو قوي كده، يعني يخليه حلو احلى من السمن. يعني لان اصلا الممبار بيبقى فيه دهون وكده فبيبقى تقيل، فانت كمان هتزودي هيبقى صعب. فهو السمنة الزيت بيخلي الرز مفلفل ويديله طعم حلو. بعد ما قلبت كل المكونات ديت، طبعا احنا كان عندنا مفرزين سمنة، سمنة ايه صلصة مسبكينها، فانا طلعتها وعطيتها بس ايه يعني حطيتها شوية على النار عشان تفك. تمام، ورحت نازلة بيها. انا مش عايزة ليه ما حطيتش يعني طماطم فريش، انا حاطة اساسا طبعا طماطمتين بس. الطماطم المتسبكة مش هتحطي فيها مية كتير، يعني هتبقى منزوعة المية. فانا مش عايزة ايه الخلطة بتاعتي تكون فيها مكونات مية كتير مننا، عشان الرز ما يبوش. بعد كده جبت 3 حزم من الشبت والكزبرة والبقدونس، قطعتها تقطيع خفيف او رفيع جدا جدا، ونزلت بيهم على الخلطة. بصوا انا بعمل الحاجة بترتيب، علشان كل واحد ايه ياخد باله من الطريقة بالظبط، لانها باذن الله والله هتعتمدوها جميلة جدا ورائعة قوي قوي قوي.
يعني خطيرة والله العظيم. يعني بصوا بقلب كده بحيث ان انا ادمج كل المكونات مع بعضها كويس قوي. نقعد نخلط فيهم اهوت. بصوا ما شاء الله على شكلها وعلى ريحتها، والله جميلة جدا ما شاء الله ولا قوة الا بالله يعني. اهو بقلبها كويس قوي. بعد كده اهوت هنزل بالرز. دولت انا الممبار كيلو ونص. الرز بقى حاطه كيلو مغسول كويس جدا وناشف. بصوا سبته لحد ما نشف وبدات انزل بيه. انا بقول لكم انا مش عايزه اي ميه احطها في المكونات ديت علشان الرز بتاعي ما يبوش. اهوت بنزل حبه حبه وببدا ادمجهم بالراحة كده وبكل سهولة. بتبدأي تدمجي حبة حبة. خلاص كده اهو بتنزلي ببقيتين. بصوا ما شاء الله ولا قوة الا بالله، مغسول وزي الفل. طبعا انا قلت لكم قبل كده ان انا جبت الممبار وغسلته وقطعته حوالي يعني اكتر من شبر ونص. فدلوقتي بقى اما اجي استخدمه انا ما بحبش بصراحة الممبرايه تبقى كبيرة كده، لا انا بحبها عاملة زي البونبوني كده صغننة. فانا جبت الجزء اللي انا مقطعاه ده وبقطعه على 3، هي في حدود 10 سنتي كل واحدة. دي راجعالك انتي بتحبيها كبيرة انتي بتحبيها صغيرة، دي راجعالك. بس انا بصراحة انا بحبها اعملها كده وولادي بيحبوها كده. بتبقى يا دوب الممبراية بتبقى على قطمتين، فبتبقى حلوة جدا جدا وظريفة يعني. فيعني دي راجعالك انتي الحجم بتاع الممبار نفسه. تمام كده. فجبت الكمية كلها وقطعتها اهي زي ما بوريكم ان انا قطعتها كلها تقريبا طول واحد كله. وهبدأ عشان احشيها. فبنركن بقى الممبار على جنب كده اهي. الحشوة ما شاء الله ولا قوة الا بالله. بصوا تحفة جميلة جدا. طبعا بتبقي ظبطي الملح بقى بعد كده. لو هو ناقصها ملح بتزودي، ناقصها فلفل اسود، المهم تظبطي الملح كويس قوي. تمام كده. بتفتحي بقى الممبرايه بصوابعك الاتنين كده وتبدأي تحشي فيها حشوة. انا لا بربطها الفتلة ولا بعمل فيها اي حاجة خالص زي ما انتوا شايفين. يا ريت تتفرجوا على الفيديو كويس هتلاقيه فيه تريكات سهلة قوي. يعني بكل بساطة هتعمليه. اللي كان متخيلة ان هو بياخد وقت ان هو بياخد مجهود، ابدا والله. زي ما انتوا شايفين بصوا انا ببدأ ابطط فيها كده زي ما انتوا شايفين خالص. وبشيل اي رز محطوط عليها علشان ما ينزلش في الميه. بصوا شفتوا خليتها عامله ازاي زي الورقه. يعني انا حطيت فيها الرز بس بططته بحيث ان انا اطلع الزياده فيه. بصوا بكل بساطه بيتعبى، ولا محتاج قمع ولا محتاج اي حاجه خالص. هو بصوابعك الاتنين وبتنزلي بيه كده ومفيش اي حاجة خالص بمنتهى البساطة والسهولة. بتبدأي تشيلي الرز الزيادة اللي عليه اهو. بصوا شايفة انا مبططاها ازاي؟ ورقة يعني ايه ورقة، بس انتوا هتشوفوه لما يطلع هيبقى ما شاء الله عامل ازاي. بتشيلي اي رز زيادة اهو. تفضلي لازم تعملي الحركة. بصوا بصوا ولا بعمله بخرمه بسكينة ولا بشوكة ولا بربطه بفتلة. اهو زي ما انتوا شايفين كده. بوريكم بكل بساطة والله العظيم بيتعمل وما بياخدش وقت نهائي خالص خالص. بكل بساطة بصوا اهو زي ما انتوا شايفين كده. بنبدأ ننزل بيه كده اهو. ما بياخدش معايا اي مجهود. بصي تبدأي تشيلي الزيادات اللي فيه اهوت بكل بساطة. يعني مفيش اي مجهود والله العظيم. يعني هيعجبكم جدا وهتعتمدوا الطريقة ديت. واذا عجبكم الفيديو اوعوا تحرموني من اللايك والشير يا احلى متابعين في الدنيا. بصوا بصوا الجمال. مطبخ على قد ما قسم بيقدم لكم وجبات جميلة وبسيطة اي بيت مصري ممكن يعملها. بصوا انا خلصت ما شاء الله ولا قوة الا بالله الكمية كلها. بصوا عاملة ازاي، عاملة زي ورق البفرة. تمام. جيت بعد كده جبت حلة حطيت فيها بصلة وقطعتها وحطيت فيها قرفة بس عيدان. وطبعا حطيت ملح وفلفل اسود. بدأت انزل بالعصبان زي ما انتوا شايفين كده. لا قفلته ولا عملت فيه اي حاجة خالص. بصوا بنزل بيه في ساعتها بيقفل. هو في ساعتها هتلاقيه كش كده ويقفل. لا الرز هيطلع منه ولا اي حاجة خالص ولا هيفرقع ولا اي حاجة خالص من اللي انتوا بتشوفوها او بتقابلكم.
ودلوقتي بعد ما طلعته بصوا الجمال، بصوا الحلاوة، ايه الطعامة دي. متنسونيش من اللايك والشير يا احلى متابعين في الدنيا.